ويا شباب حلاقنا هون بلش برش المي على شعر الزبون عشان يبلش في حلاقة شعره. وهون بلش في حك الفروة وشد الشعر. هاي العملية اسمها عملية رش المي وشد الشعر، وهي عملية مهمة في الحلاقة عندهم. وطبعا الزبون بلش هون يدوخ وسلم أمره لله. صراحة مش معروف إذا هو عايش ولا ميت الله يرحمه. وبلش يطبل على راسه مفكرها جوز هند بده يفتحها. وطبعا الشاب في سبات ونوم وموت سريري عميق. وبلش هون بمساج جبهة الزبون والعينين، فعص له عينيه. ايوه، بقبو العين راح تطلع بايده وبيعملها مساج. وهي مرحلة تفعيص وتعميس وتهريس العينين. ورجع يشد براس الزبون بعنف. وده بتلاحظوا نظرات الحلاق عنيف شوي هو. بلشت هون عملية تطويل وتطعيج وتفشيخ الأذن. منيح ما طلعت الدان في ايده. وسحب ايديه لوراه، خلع له كتفه عادي، الكتف مش اشي مهم، مع سحسوحين صغار على رقبته. وحط له شوية زيت زيتون على راسه أصلي جاي من إسبانيا. وزي ما انتم شايفين زيت الزيتون بيعطي لمعة للشعر ولفروة الراس غير شكل، شغل تقلي بيضتين على راسه. وهون بلشنا بعملية الفرك والحك والعك لفروة الراس. وهون بضيف جلدة ايده الميتة على راس الزبون. طبعا كل فترة بيطبل على راسه عشان يتأكد انه الزبون بعده على قيد الحياة. والله. وهون ضاف زيت ذرة في دانه. معلم، هاي دانو مش سيارة تحط فيها زيت جير. وطبعا بس الشاب يمشي 10,000 كيلو بيرجع بغير زيت. وهون الزيت صار في دانو. الشاب راح يسمع بس صوت ألي، أو إذا حدا حكى معاه راح يسمع صوت تش. والحلاق معصب جدا، بده يتأكد إنه الزيت دخل جوا دانو. معلم التنك فلل زيت، يعطيك العافية. كتر الفرك والدعك والحك أتوقع حلم الدانو راح تطول 2 سنتي. أيوة، بلش يحط زيت في التنك الثاني، في دانو الثانية. يعني الزبون بيعمل سيرفيس كامل، غيار زيت مع تبديل بوجيات وغسيل كامل. وطبعا حط نص اصبعه في جوا دانو. فتحة الدان كبرت، بفكروا راح يصير يسمع اكتر. والله. بلشت عملية الدق والحدادة. بده يرجع دان الزبون لمكانها، لانه من كتر الدعك الاذنين تحركت تقريبا 5 سم لقدام. ايوه، يمين شوي شوي، تحت فوق على اليمين شوي، اي 100% هيك. تمام بالضبط هيك. الدان رجعت مكانها. طبعا ما كفى راسه، نزل على كتافه بلش يدقدق فيه عشان يدمره بالمرة. ورجع يظبط له دانه لانه حس انه دانه مش راكبه 100% بمكانها. طبعا الشاب اعطاكم عمره من زمان. والحلاق بحاول يطلع كل عصاي من الجهة الثانية من راس الزبون، بس مش ظابطة معه. بحاول يدخل العصاي ولك ادخلي. اذا بتلاحظوا وجه الحلاق زعلان انه مش داخل العصاي. والحلاق المجيت بحاول يعمل حركة الرفرفة بايده، بلكي راس الزبون رفرف وطار. وطبعا المخيخ الايمن والايسر خلص نزلوا، صاروا في معدته للزبون. وبلش يطبل على راسه ليتاكد انه المخ نزل في المعده والجمجمه صارت فاضيه. وهيك هزة الراس صارت سهله بما انه الجمجمه فضيت.